مرحبا أصدقائي. بعد مرور يوم كامل على خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، مر 24 ساعة وصار فينا نحكي شوية كلام عن ريال مدريد. هلا كمشجعين ريال مدريد صار فينا نحكي بشوية عقلانية عن المباراة. الشيء اللي مزعله مو هو خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، الشيء اللي مزعله هو الطريقة اللي خرج فيها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، والفضيحة اللي صارت أمام مانشستر سيتي، والخروج ب4 أهداف مقابل لا شيء. يعني تقريبا آخر نتيجة كبيرة خرج فيها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا حوالي قبل 40 سنة أو 50 سنة. غير إنه طريقة الخروج كان سيئة كتير، في ظل إنه مشجعين كرة القدم كلهم كانوا ضد ريال مدريد بالمباراة إلا مشجعين ريال مدريد نفسهم. طبعا بالأخير ما بنقول غير هلا مدريد. وإذا مالك مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل الجرس واربط الحزام، لأنه في كلام كتير بدنا نحكيه عن ريال مدريد بهاي الحلقة. الوجه القبيح اللي ظهر فيه ريال مدريد بهاي المباراة بيخلي الواحد يوقف ويحكي كلمتين لازم ينحكوا عن ريال مدريد. هلا بالبداية الخسارة ما بيتحملها المدرب ولا اللاعبين، لأني عم تلعب أمام هيك نسخة من مانشستر سيتي، نسخة مرعبة كتير، نسخة مبهرة، وعلى اجتماع جميع المحللين فهي النسخة من مانشستر سيتي ممكن تكون أقوى نسخ فرق كرة القدم بالتاريخ. وعلى الطبع أنشيلوتي ما بيتحمل الخسارة، بس بيتحمل الطريقة اللي خرج فيها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا. إنك تخسر بنتيجة 4-0 وأنت ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فهذا الشيء غير مقبول تماما. هذا الشيء معيب كتير بحق ريال مدريد، حتى اللاعبين ما بيتحملوا هالخسارة. لاحظ معي أنا ما عم بحكي لك على الخروج من دوري أبطال أوروبا، عم بحكي لك على طريقة خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا. سوء إدارة أنشيلوتي للمباراة والاختيارات الخاطئة اللي اختارها قبل الماتش سببت الكارثة اللي شفناها. وصدقوني لو أنشيلوتي مختار الاختيارات الصحيحة قبل ما تبلش المباراة، ريال مدريد ما كان ظهر بهذا الوجه السيء والقبيح بالمباراة. فمبدئيا مثلا بالدفاع 50 رسالة توجهت لأنشيلوتي انه روديجير هو اللي لازم يبدأ المباراة بسبب المستوى الرائع اللي قدمه بمباراة الذهاب، وانه هو جاهز ذهنيا وجاهز بدنيا وجاهز على جميع الأصعدة يواجه هجوم مانشستر سيتي. المباراة امام مانشستر سيتي تحديدا بالدفاع كان بدها لاعب خشن كتير، كان بدها لاعب يطلع راس لراس مع هجوم مانشستر سيتي. لكن أنشيلوتي أصر على إيدير ميليتاو إنه ينزل ويلعب هاي المباراة، اللاعب اللي كان سيء كتير بالمباراة وتسبب بأخطاء كارثية وتسبب بالهدف الثالث لمانشستر سيتي. هلا يمكن حدا يجي يطلع ويقول لي إنه هالاند ما سجل أهداف بالمباراة، بس هالاند كان له فرص خطيرة كتير بالمباراة، ولولا تألق كورتوا لكان هالاند عنده هدف أو هدفين على الأقل في هاي المباراة. روديجير كان بمباراة الذهاب عاطي للدفاع قوة وصلابة وشخصية وروح قتالية. وخلينا نضل بالدفاع ونحكي عن كارفخال اللي فتح شوارع بالمباراة لجريليتش يعدي منها. أنشيلوتي شفت كارفخال ما بيحسن يطلع راس لراس مع جريليتش بالمباراة، ليش ما طلعت ونزلت فاسكيز؟ لما نزل فاسكيز بالمباراة شفنا أداؤه أفضل بكتير من أداء كارفخال. أما بنروح لخط الوسط فأنشيلوتي كان مقرر من قبل المباراة إنه يلعب دفاع أمام مانشستر سيتي. ليش؟ لحتى ينزل لوكا مودريتش، ليش؟ لحتى ينزل توني كروس يلعبوا مع بعض. والمباراة بتحتاج التحامات قوية، بتحتاج لاعب بدني كتير. كلياتنا شفنا لوكا مودريتش بالمباراة كيف عم يترنح وما عم بيقدر يقاوم خط وسط السيتي. كان المفروض يعيف لوكا مودريتش ورقة رابحة بالشوط الثاني وينزل بسيبايوس يلعب، لأنه اللاعب في عنده حيوية كتير وقادر يرقد ويجري ويجاري خط وسط مانشستر سيتي. أما عن خط الهجوم فهي الشغلة ما لا بإيد أنشيلوتي، هي الشغلة بإيد كريم بنزيما. لما بيكون كريم بنزيما بيوم ريال مدريد بيقدم مباراة هجومية رائعة، أما كريم بنزيما لما ما بيكون مصحصح بالمباراة فريال مدريد بيكون عاجز هجوميا. أما أنشيلوتي فطلع بعد المباراة وصرح إنه هو باقي في ريال مدريد وراح يقاتل على دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. تصريح غريب وثقة زايدة من أنشيلوتي، ليش ما بعرف. في كلام رح نحكي عن تأثير هاي المباراة على موسم ريال مدريد القادم. ريال مدريد بالنهاية كان بيحتاج هاي الصدمة، صدمة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، صدمة تكون على مستوى ريال مدريد. بس بصراحة الصدمة كانت قاسية كتير، لازم تصير فيه تغييرات ومعد نافع يلعب ويقارع كبار أوروبا. بس ما بخفيكم إنه هاي الصدمة كانت كتير قاسية على ريال مدريد. بالنهاية ريال مدريد عودنا يرجع بالمواعيد الكبرى، وتحديدا بدوري أبطال أوروبا، لأن هي بطولته المفضلة. وبالنهاية ما بقول غير ألف مبروك لمشجعي برشلونة ومشجعي مانشستر سيتي الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وما بقول غير هارد لك لمشجعي ريال مدريد. ولا تزعلوا، هاي البطولة بطولتنا ورح نرجع عليها، والفشل والإخفاق خلقه لحتى الإنسان يرجع أقوى. إلى اللقاء.